مساء الخير. أنا كنت بالظبط من يومين كنت نفسي أناشد وزير التربية والتعليم وأنزله فيديو وأقول له أرجوك إحنا بالنسبة لبتوع الدبلومة الأمريكية وأولياء الأمور الدبلومة الأمريكية بنقع في يعني بنبقى بين شقين، في عندنا EST وفي عندنا اللي هم بياخدوه في المدرسة GPA. فطبعا الاتنين دول عليهم ضغط، دول ليهم دروس ودول ليهم دروس، دول ليهم نتيجة وتوثيق ودول ليهم نتيجة وتوثيق. فالموضوع مادي فوق الخيال، يعني عشان نوثق بس بندخل في 20-30 ألف جنيه، عشان توثقي بس ال EST تدخلي في 5-6-7 آلاف جنيه، ده كله في وقت في تايم واحد. ما تدخلي بقى الجامعات بتقدمي في كل الجامعات لازم بتدفعي فلوس، اللي هو الايرلي ادميشن. فكل الحاجات دي انت مطالبه بيها في كذا جامعه، ده غير بقى بدايه المصاريف، وغير بقى الحاجات اللي هي المدرسه عاملاها من برام والحفله بتاعه التخرج وكله بنك فلوس. الدبلومه الامريكيه بقت، يعني انا مش قادره اصدق ان انا عملت لبنتي الكبيره دبلومه امريكيه قبل كده، عمري ما مريت باللي مريت بيه اليومين دول مع بنتي اللي اصغر. كنت عايزه اعمل استغاثه، بس انا دلوقتي هلجأ لمين غير لوزير التربيه والتعليم؟ فوجئت بيه في تصريح اخير ان هو بيقول انا هعمل مواعيد، مش هأجل مواعيد الامتحان، وهعمل حاجه اسمها فار في الامتحان. فار؟ انا سمعت فار دي وانا مش قادره يعني اسيطر على نفسي. انا يمكن كنت اليومين اللي فاتوا دول مشغوله ومش عارفه اعمل اي فيديوهات لظروف عندي في البيت، لكن انا لقيت نفسي يعني عايزه اعمل فيديو. فار مين؟ فار مين يعني؟ مش فاهمه، احنا في ماتش هنا ولا في ايه بالظبط؟ يعني نجيب بقى حكم وصفاره لو حد بقى مثلا غلط يصفر يعني هل ده بقى وصلنا احنا نعمل لجنه امتحان نعمل فيه فار عشان الطلبه مثلا؟ يعني ده هو كفايه الرعب اللي هم فيه، يعني انت داخلهم بفار بقى، يعني هم ما يعملوش كده يخافوا مثلا يقولوا انت كنت بتغشي متصوره؟ يعني حرام بجد. لا يعني انا حاسه ان مش ظلم. انت يعني بعبع ثانويه عامه ده امتى هينتهي؟ امتى هينتهي في مصر؟ ده العالم كله ما عندوش حاجه اسمها ثانويه عامه يا جماعه. ليه عندنا ثانويه عامه في مصر بعبع كده وقلق كده ولازم فار ايه؟ انا مش قادره. يعني فار يعني نجيب مين يدافع عننا بقى؟ انا والله فكرت نجيب مرتضى منصور، يعني هو ده اللي هينفع بجد والله، يعني هو ده اللي بيجيب حق الناس ولا ايه؟ مش عارفه. هو على العموم بياخد حقه، فمش عارفه حقنا هيعرف يجيبه لنا ولا لا. انا حاسه ان احنا اتظلمنا قوي في كلمه فار دي، اتظلموا قوي اللي هيدخلوا امتحان ويعملوا لهم فار. طب ما عملتوش فار ليه السنوات اللي قبل كده؟ يعني انتوا عايزين نتيجه عادله، حطوا مليون واحد، حطوا اي حد يبقى فيه مراقبات، في كاميرا، في زي ما بنعمل كل سنه. لكن انا بقى جايب بقى تلفزيون ومشاهده وفار، وبعدين انت بقى هتنفذ الحاجات دي في المدارس الحكوميه حضرتك؟ المدارس الحكوميه بقى والنور يقطع فيها يعني لازم حضرتك تشوف الموضوع ده هيمشي ازاي، وما تظلمش ولادنا اكتر من كده. وارجوكوا كفايه رعب وكفايه بعبع ثانويه عامه. وأنا يعني عندي أمل إن حضرتك، أنا قريت عن حضرتك إن حضرتك تربوي وأكيد يا رب تسمع الفيديو بتاعي وتسمع فيديوهات تانية ناس بتعلق زيي ومتضايقة ومستاءة إن بتوع الدبلومة الأمريكية أو ثانوية عامة مصري كلهم، مش عايزة طبعا أقول يعني كل بتوع ثانوية عامة، إن لازم يبقى في رحمة، موسيقى حلوة للولاد، تشجيع إن كله امتحانات السنة دي مش هتخرج عن المنهج، تصريحات ان الامتحان هيجي ان شاء الله سهل وكلكم تنجحوا، التفاؤل حلو والتشجيع حلو لاولادنا، عايزينهم يكونوا رايحين الامتحان هاديين عصبيه، مش انا هشغل لكم فار لا لا، صعب بجد صعب. انا مستاءه وكان لازم النهارده اعمل الفيديو ده، ويا رب يوصلكم ويوصل لكل المسؤولين اللي يقدروا يتدخلوا ويمنعوا كلمه فار دي في امتحانات ثانويه عامه، لاني انا رافضاها تماما. السلام عليكم.